وخلص خلاص كده احلى دور مجموعات يمكن في تاريخ كاس العالم. في الحلقه اللي فاتت قلت علشان من بعد جولتين من كاس العالم ما كانش فيه غير فرقتين خارجين بره وثلاث فرق ضامنين التاهل، يبقى هنشوف جوله ثالثه خطيره في الحماس. وفعلا هو ده اللي حصل. يعني شفنا ماتش بنشجع الكروت الصفراء عشان كانت بولندا والمكسيك هيتاهلوا بسبب اللعب النظيف. شفنا كمان في المجموعه السادسه قمه الحماس في مين هيتاهل ومين هيخرج. شويه المانيا واسبانيا هيتاهلوا، شويه اسبانيا واليابان، وبعدين لمده بجد اعظم 3 دقايق يمكن في تاريخ كاس العالم كانت اليابان وكوستاريكا اللي هيتأهلوا، ألمانيا وأسبانيا بره. وفي الآخر بتنتهي إن أسبانيا واليابان هم اللي بيتأهلوا، بس أسبانيا تاني واليابان الأول. شفنا كوريا بتجيب جون في الوقت بدل الضايع، ويقعدوا بعد ما ماتشهم يخلص يتفرجوا على ماتش غانا وأوروجواي على التليفون في وسط الملعب. أوروجواي اللي كانت شبه ضامنة التأهل وبتلعب بالراحة، وغانا استسلمت اللي فجأة بقت محتاجة تجيب جون، وغانا لقت أهي فرصتي إن أنا أنتقم من أوروجواي واللي حصل في 2010 وموت الماتش خالص وضيع وقت. فكانت بجد جولة من أعظم جولات كأس العالم، وخلت دور المجموعات في كأس العالم السنة دي من أحلى الأدوار اللي عمرنا اتفرجنا عليها قبل كده. ويا ريت بجد الفيفا يغير رأيه في قصة إن كأس العالم الجاي يبقى 16 مجموعة من 3 فرق، عشان هيضيعوا علينا الحماس بتاع الماتشين اللي في نفس الوقت دول. لازم أبدأ بصراحة كلام عن الجولة دي بإن أنا أتكلم عن منتخبات أفريقيا. أفريقيا اللي في الجولة اللي فاتت عملت أحسن جولة في تاريخها في كأس العالم وجابوا 10 نقط. الجولة دي جابوا 12 نقطة. 4 من ال5 منتخبات الأفريقية كسبوا في الجولة دي، ودي الحاجة اللي عمرها ما حصلت قبل كده. يعني بعد البطولة اللي فاتت اللي ولا فريق أفريقي اتأهل لدور ال 16، كأس العالم ده فرقتين اتأهلوا لدور ال 16، المغرب والسنغال. ومش بس كده، الفرق الأفريقية لأول مرة في التاريخ بتكسب 7 ماتشات في دور المجموعات، ودي حاجة عمرها ما حصلت. أكتر حاجة قبل كده كان 4 ماتشات في البطولة كلها. ودي تاني مرة بس فرقتين من أفريقيا يتأهلوا لدور ال 16، والمرة اللي فاتت كانت في سنة 2014. وحتى المنتخبات الأفريقية اللي خرجت من كأس العالم، عندنا تونس كسبت فرنسا، حتى لو فرنسا كانت بتلعب بالفريق الاحتياطي بتاعها وشوية كانت اللعيبة بتلعب بره مراكزها، بس لسه منتخب فرنسا ولسه منتخب جامد جدا. الكاميرون كسبت منتخب البرازيل، احتياطي البرازيل، بس احنا برضو قلنا ان احتياطي البرازيل ده ممكن يبقى المنتخب المرشح الثالث او الرابع انه يكسب كاس العالم. الكاميرون كسبته بجون في اخر دقيقه، اللي بعديه ابو بكر اتطرد بطريقه بصراحه لذيذه جدا. هو كان موافق انه يطرد والحكم كان لذيذ معاه. وفي الجوله دي بفوز الكاميرون على البرازيل وفوز السنغال على الاكوادور، كانت أول مرة منتخب أفريقي يكسب منتخب من أمريكا اللاتينية في كأس العالم من 21 محاولة قبل كده. خلصوا ب 17 خسارة و4 تعادلات. وغريب قوي بقى طبعا ان لحد دلوقتي في كأس العالم البرازيل المرشح الأول خسر من الكاميرون، بس الكاميرون خرجت. الأرجنتين المرشح الثاني خسر من السعودية، بس السعودية خرجت. فرنسا المرشح الثالث خسرت من تونس، وتونس خرجت برضه. منتخب المغرب بقى مش بس اتأهل، لا اتأهل كأول مجموعة، ودي تبقى رابع مرة بس إن فريق أفريقي يتأهل كأول مجموعة. منتخب المغرب بصراحة تحت وليد ركراكي عامل شغل كويس جدا، والفرقة منظمة جدا، وخلى الفريق بعد ما كان فيه مشاكل قبل كده مع المدير الفني اللي قبله بقى شكله فريق واحد متكامل. المشكلة بس المنتخب المغرب انه هو تاني اقل فريق له اهداف متوقعة في البطولة. المشكلة في الكلام ده هتواجهه متهيألي في دور ال 16 لما يقابل منتخب اسبانيا. الاهداف المتوقعة لما بييجوا يدرسوا فريق او منتخب زي ده بيقول ان الماتش الجاي غالبا يخلص 3-0 او 2-0، وفوق ده ان المغرب تضيع فرصه كبيره ضربه جزاء مثلا. فنحب نبص بقى على الماتش ده ونشوف هل دراسه الاهداف المتوقعه دي هتتحقق وتخلص النتيجه زي التوقع. لحد دلوقتي بقى في كاس العالم ما دخلش غير 59% من ضربات الجزاء اللي اتلعبت. كنا لسه بنتكلم على الاهداف المتوقعه، فالاهداف المتوقعه لضربه الجزاء المفروض تبقى 80%. يعني 80% من ضربات الجزاء بتدخل جول، فرقم 59% في البطولة دي يعتبر أقل رقم لضربات الجزاء في تاريخ أي بطولة. بما إني دخلت بقى في ضربات الجزاء الضايعة، فليونيل ميسي ضيع ضربة جزاء، ولكن لحسن حظه الأرجنتين كسبت وتأهلت أول مجموعة لدور ال 16. ولكن الميزة في الموضوع ده إن ممكن يطلع إن ده فال كويس للأرجنتين، لأن في كأس عالم 78 ماريو كامبس ضيع ضربة جزاء لمنتخب الأرجنتين في الماتش الثالث ليها، والأرجنتين بعد كده خدت كأس العالم. وفي كأس عالم 86 مارادونا برضو ضيع ضربة جزاء في الماتش الثالث وراح خد كأس العالم. فهل تضييع ميسي لضربة الجزاء دي يخلي التاريخ يعيد نفسه؟
منتخب انجلترا طلع اول مجموعته وهم هدافين كاس العالم مع منتخب اسبانيا، وهيلعبوا السنغال في ماتش في رايي هيبقى ماتش قوي جدا وهيبقى ماتش صعب جدا على الفرقتين. الغريب بقى اللي لقيته ان منتخب انجلترا في العشر سنين اللي فاتت في كل البطولات الكبيره من بدايه من يورو 2012 لحد النهارده اللي في السكه وصل نص نهائي كاس عالم ووصل لنهائي يورو. انجلترا في الفتره دي لعبت 18 منتخب، ولا منتخب منهم الا منتخب كرواتيا موجود في دور ال 16 من كاس عالم السنه دي. فهل اداء منتخب انجلترا وانجازات منتخب انجلترا في الكام سنه اللي فاتت دول كانت مبنيه على ضعف المنافس؟ اتكلمت على خساره البرازيل من الكاميرون، ولكن بيتاهلوا برضو كاول مجموعتهم وهيلعبوا منتخب كوريا الجنوبيه. منتخب البرازيل على عكس كل اللي توقعناه هجومه مش قد كده، لحد دلوقتي في 3 ماتشات جاب 3 اجوان بس، ولكن اللي مخليه قوي هو دفاعه. منتخب البرازيل كان لغايه ماتش الكاميرون مش بس كان المنتخب الوحيد اللي ما كانش دخل فيه ولا جون، ده ما كانش اتشاط عليه ولا شوطه بين ال3 خشبات. فلو المنتخب ده هيوصل ويعمل حاجه في كاس العالم اتوقع انها مش هتبقى بسبب هجومه ولكن هتبقى بسبب دفاعه. طيب تعالوا نتوقع كده ماتشات دور ال 16. نبدأ بهولندا وأمريكا اللي أتوقع إنه هيكون ماتش متكافئ جدا. منتخب أمريكا أثبت لما لعب هدافين البطولة منتخب إنجلترا إنه بيقدر يقفل كويس جدا، وأتوقع إن منتخب هولندا هتواجهه نفس المشكلة. ففي ماتشهم مع بعض أتوقع إن هولندا هتعدي ولكن بالعافية، بالرغم من إن أستراليا بصراحة في رأيي هي مفاجأة البطولة إنها توصل وكسبانة ماتشين. أنا أتوقع إن الأرجنتين هيكسبوا وهيكسبوا المفروض بسهولة، ويمكن نشوف أول جون لليونيل ميسي في دور ال 16. أسبانيا والمغرب اتكلمت عليه خلاص، وأنا أتوقع 3-0 بضياع ضربة جزاء للمغرب. هولندا بجد ممكن تبقى الفريق الوحيد في دور ال 16 اللي بجد ما يستاهلش انه يكون موجود. فرقه بتلعب بطريقه سيئه سلبيه، يعني فعلا فعلا ما نفتكر لهمش حاجه في كاس العالم غير ان حارس المرمى بتاعهم ستشازني بيشيل ضربات جزاء. لكن اتوقع ان منتخب فرنسا هيبقى اقوى وهيبقى احسن وهو اللي هيكسب الماتش ده. البرتغال وسويسرا ماتش صعب جدا. توقعي ان البرتغال هتكسب بس يمكن في الوقت الاضافي او بضربات الجزاء. نفس الشيء اتوقعه لانجلترا والسنغال. ماتش هيبقى غلس، ماتش هيبقى صعب. منتخب السنغال لو لعب صح هيعقد الدنيا جدا على المنتخب الانجليزي، واتوقع ان الماتش ده مش هيخلص في 90 دقيقة وبرضه يا وقت اضافي يا ضربات جزاء، بس انجلترا هي اللي هتكسب. اليابان وكرواتيا هيبقى ماتش قريب جدا. كرواتيا منتخب كويس، عندهم لعيبه كويسه جدا وعملوا نتائج كويسه جدا، ولكن في نفس الوقت منتخب اليابان كسب اسبانيا وكسب المانيا وكسبهم بنفس الطريقه. الماتشين هم المدير الفني بتاع منتخب اليابان عنده خطه بيبدا بيها ب4 لعيبه بتهاجم، ولكن 4 لعيبه دول بيجي في بدايه الشوط الثاني بيشيلهم وينزل 4 لعيبه تانيين احرف واسرع بكتير جدا. بينزل تاكوما اسانو، بينزل ميتوما، وساعات بينزل مينامينو. بس كل ماتش بيعمل نفس القصه، كل ماتش يبقى بالتشكيل الاولاني خسران 1-0، ينزل الأربعة دول يقلبوا له الماتش ويكسب 2-1. فالواضح إنها مش صدفة، وواضح إن هي دي طريقة لعبه، إنه بيبتدي يتعب الفرقة اللي قدامه وبعدين ينزل الأربعة الصراع دول. أتوقع إنه هيعمل كده مع منتخب كرواتيا اللي فيه لعيبة كتير سنها مش صغير. بصراحة هتوقع إن اليابان هتكسب، وهيبقى هو ده الماتش اللي فيه أكبر مفاجآت دور ال 16 لكأس العالم. طبعا بعد ما توقعت كل التوقعات دي، كأس العالم ده ورانا إن كل التوقعات بتترمي في الزبالة والمفاجآت هي اللي مالية الدنيا. تعالوا نشوف فعلا التوقعات دي اللي هتحصل ولا المفاجآت اللي هتكسب كأس العالم. أشوفكم الحلقة الجاية.